عارفين مين اللي بيعمل الفتنة في البلد ومين اللي بيخرب، نسمع الأستاذ شبطة تاني هيقول لنا ايه علشان خاطر نفهم مين اللي بيخرب في بلد. انا يا صاحبي ده في سجن مزعجة اسمه حلنبوحة. راس حلنبوحة قبل الهوجة او يومين الهوجة، يعني مش قبلها يومين، لموا منهم التلفزيونات والتليفونات اللي في السجن معاهم، وبعدين بعد كده طلعوهم وعطوهم العربيات والسلاح وقالوا لهم ايه؟ قالوا لهم اطلعوا البلد بتاعتكم، اللي عايز يسرق ده، اللي عايز يقتل، اللي عايز يعمل حاجة اي حاجة يعملها. يا والله يا باشا يعني البلد بتاعتهم وخلاص. فكان ايه ده؟ قال ان هو ما يجيش ياخد سلاح ليه؟ وانت جدع حلنبوحة ده جدع قوي، خلي بالكوا انا بقول لكم المره الجايه تشوفوه. قال لي لو خدت السلاح قاتل مين؟ قاتل اخويا، بس في غيره خد وضرب وقتل وسرق. والله يا باشا حتى دليل كلامي اسم المطرية اهو قبل ما يولع طلعوا المساجين يسرقوا الشوارع، اللي طلعهم المباحث والمأمور والمستيفة. والله الواد حلنبوحة قال لي كده، انا ما اعرفش، حتى لما راح يسلم نفسه اعترف بالكلام دوت. والله يا باشا انا ما بكذبش، خلي بالك انا ما بحبش الكذب. ايه رأيكم في الكلام ده؟ لسه برضه بنسأل مين اللي بيخرب في البلد، مين اللي بيعمل فتنة، لسه مش عارفينهم. نسأل الأستاذ شبطة تاني ونشوفه هيقول لنا ايه، ويمكن نعرف منهم